إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولا تسافر الى بلاد زين. انت اذا اردت انك تتخذ قرار وتصلح امورك يا اخي اقطع علاقتك بجميع الفسقه اللي انت مسوي معهم علاقات، لا ترد على تلفوناتهم، ما تقدر فيها تتخذ القرار الشجاع في هاللحظه. يعني امك وابوك راضيين عن حالتك؟ طبعا لا. ليش ما تحلق راسي شعرك؟ الان شعرك انت يطق نصف كتوفك، يطق نصف ظهرك تقريبا ولا لا؟ ليش ما تحلقه من اتخاذ القرار الشجاع؟ انت كم تقضي امام المرآة يوميا؟ ها؟ انت تستشور شعرك، تستعمل الاستشوار طيب، وتستعمل يبدو انواع من المكياج. كم تقضي هذا الوقت؟ يعني انا اتصور انك تقضي يمكن انه يرضى بالذل على نفسه. يعني اسالك سؤال، انت الان وانت قاعد ترقص بين رجال، خلنا واضحين، الا تشعر بنوع من الذل؟ اتخذ بعض الدعاة أسلوبا لهداية الشباب في هذا الوقت، وذلك بسرد قصص أصحاب المخدرات وأهل الفجور وعقوق الوالدين، وذلك أمام الكثير من الشباب لكي تكون سببا في توبتهم. فهل هذا الفعل سائغ؟ وهل كان عليه عمل السلف الصالح؟ الجواب: أخشى أن يكون هذا من إشاعة الفاحشة إذا ذكر تعاطي المخدرات وعقوق الوالدين. يكفي أن تأتي بالنصوص في النهي عن عقوق الوالدين والوعيد على ذلك، والأدلة على تحريم المسكرات والوعيد عليها، والمخدرات أشد من المسكرات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه وأن يتعاطى ما يضر بصحته. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يكفي أن يؤتى له بالأدلة من الكتاب والسنة دون أن يؤتى بصور وقصص، إما مختلقة وليست صحيحة، وإما أنها واقعة ويكون ذكرها من باب إفشاء المنكر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن معه داعي يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: أما صحبة المردان مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك، فهذا من أفحش المنكرات عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم. وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه والنظر إليه، وحرام باتفاق المسلمين. قال مظفر القرميسيني رحمه الله: من صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة أداه ذلك إلى البلاء، فكيف بمن يصحبهم على غير وجه السلامة؟ قال ابن تيمية رحمه الله: كان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه للسماع إلى آخر الأثر. وقال أيضا رحمه الله: كان سفيان الثوري لا يدع أمردا يجالسه. قال سفيان الثوري وبشر الحافي رحمهم الله: إن مع المرأة شيطانا ومع الحدث شيطانين. لأن فيه سر بين العين وبين الفرج، صح ولا لا؟ عمرك شفت لك واحد ما في بنات كان
You'll stay here a long time or? Like 2 months or so. 2 months here in Riyadh. Yeah. What's the best thing you saw it in Riyadh? The building and so far you. Yeah, thank you. بعطي رقمي الردة والتركيب. You came here with your family or without your family? No, we came with family. With your family. But why you choose Saudi Arabia to visit it? The best place. Alhamdulillah. What's your name, sorry? It's Khosi and Tumeno. Tumeno. Are you Christian? Yes, we are. Okay. Did anybody give you anything about Islam? Books or Islam? Okay. And inshallah you'll be Muslim later, inshallah. Okay, thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. أبي إمام مسجد، ولما تخرجت أنا وأخي من الثانوية أرسلنا إلى أحد البلدان في الخارج مع أخي مع صحبة فاسدة، فبدأ يتعاطى المسكرات، ثم شيئا فشيئا أوقعوه في الحشيش وفي بعض أنواع المخدرات. عايش حياته والله برا احبك عرفت. يلا صور عشان وين اللي بيصور؟ هذه يرحم امك صور. كلنا نبي نصور على كذا. صوره ويحب راسه. صور تبي الشفه بعد ترى ممكن. ما يضيع استغفر الله. تقارن تصديقها بمحبته ولا تصديقها بوجود الله، يمكن تغلب هذا على هذا. وش رايك انت في هذا؟ ابو عبد الرحمن هذا كله نفعله حقيقه، انا اقول لك عجيب. انه انا احبك اموت فيك، اسوي واعمل وامجد في البنت وكذا واخليها ما صارت ولا استوت بالعالم كله. بعد ما اقفل منها اروح الثانيه اكلمها، انت حياتي انت روحي، واكلم واسوي. بعد ما اقفل ارسل المسج الثالثه، اذا كنت فاضي دقي علي انا مشتاق لك. فنلعب على الاولى والثانيه والثالثه. سبحان الله. كله والله ما في حب يا عد، ما في حب. الحب الشريف طال عمرك يطق بابك جاء خطبك. تمساح تتزين لمن؟ تتزين لمن؟ هذا مثل واحد من الشباب مرة عندي بالجامعة وتكلمت في القاعة عن يعني مغازلة البنات وكذا، فلما خرجت هو الله يذكره بالخير من أقبح من رأيت من البشر، يعني رؤية وجه تنقض الوضوء، فيعني ما في أي مسحة جمال. في بيرث في بريطانيا قبل سنة تقريبا، رحت أدرس وكان فيه شايب وعجوز أعمارهم حول 90 تقريبا. ويوم جاء يوم الأحد أنا جيتهم الاثنين وكملت أسبوع ولطيف معهم وكذا، وجايب لهم هدايا وتمر ومدري إيش. فهذا زي واحد كان معنا من الشباب البيت اللي جنبي من القصيم، وارسلوا لها هله كليجة، ويقول وجبت الكليجة وعطيت العجوز منها. يقول فكلت بعدين قالت اوه اتس نايس وذ ويسكي. الاخت بتخليه لين يوم السبت للسهره بتاكله مع الويسكي. فالشاهد جلست عندهم، يوم جاء يوم الاحد تفاجأت ان اللي انا ساكن عنده الشايب لابس الجبه
وحاط صليب وبيطلع. قلت له وين يا أبو الشباب؟ قال أنا القسيس حق الكنيسة اللي قبالنا. قلت أنا ساكن عند قسيس؟ قال لي أنا القسيس. قلت أجل ترى أنا القسيس حق المسلمين، ترى خاطب من الجمعة أمس. وأنا أقول في نفسي عسى ما تمد العجوز يدها. تدري مصافحة المرأة ويجوز ما ولا ما يجوز، وهل هي عجوز يعني من القواعد من النساء ولا يبي لك مخرج. وانا اسلم اقول في نفسي بقول لها يعني ثانك يو فيري ماتش جون وما ادري وشو. يوم خلصت مسلم عليه والتفت عليها قالت بيج هج. زين اثر الدعوه. تدخلون في البركه، بس نبغى واحد من الشباب بالدشير كذا الصيع اللي يمشي حالك كذا. ما في واحد صايع كذا يعطينا الجواب؟ طيب لحظة، من أصيع واحد يرفع يده عشان نسمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذر نفسك عليهم أثرات إن الله عليم بما يصنعون. شيخ جزاك الله خير. في هناك رسائل كثيرة يذكر فيها أخبار التائبين والتائبات وكذا، ويكون فيها أيضا فيها شيء من التفصيل بالنسبة للتائبات، خروجها مع الرجل وكذا ثم تاب الله عز وجل عليها. هل من المستحسن أن يطلع عليها الأولاد والزوجات هذه الأخبار أو أن تحجب عنهم؟ الذي أرى وجوب حجبها، وأرى أن الذي تابت لا يجوز لها أن تبوح بذلك، ولا يجوز لأحد أن ينشر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون. قالوا من هم؟ قال الرجل يذنب فيصبح يتحدث بما فعل. أي فائدة لنا أن نقول هذه فتاة خرجت مع شاب وفعل بها ثم ندمت وتابت؟ أليس هذا يوجب أن يهون الأمر في نفوس السامعين والقارئين؟ أسأله. ولهذا نرى أن هذا الاجتهاد خاطئ جدا وغلط، ولا يجوز هذا الشيء. وأما ما ذكر الله تعالى خطيئة آدم وتفصيلها وما أشبه ذلك فهذا ذكره الله عز وجل وله أن يفعل ما يشاء. أما نحن نفضح عباد الله ثم نوجب أن نهون هذا الأمر عليهم. أتدرون أن هذا الأمر أول ما يسمعه الإنسان امرأة خرجت مع شخص وفعل به يستعظم جدا جدا، كوش جلده يقف شعره، فإذا صار بين أيدي الناس يقرأ هان جدا. وهل كل امرأة تفعل هذا الشيء يمن الله عليه بالتوبة؟ ربما تفعله ولا تتوب. ولهذا أرى أنك إذا رأيت مثل هذا فقص الورقة التي في هذه القصة، وإلا طمسها كلها طمسا تاما. والحمد لله لو فات عليك 5 ريالات بالمزيل هذه ما يضرك إن شاء الله.